العروسة اللي قدامكم ديت كانت ترند اليومين اللي فاتوا. طبعا المنظر باين قدامكم كويس قوي ان دي واحدة مش طايقة خطيبها ومش عايزاه، والناس في التعليقات البنات والستات كلهم بلا جدال يعني كانوا بيتكلموا على انها مغصوبة عليه وانها تهرب، وده واحد ما عندوش ذوق ما عندوش دم. ده ما جابش حتى يعني في واحد يوم فرحه يدخل من غير بدلة، وما جابش حتى بوكيه ورد امال حياتك هتبقى معاه ايه ومش عارف ايه والقصة دي كلها. ولما طلع العريس بعد كده قال والله انا ظروفي المادية مش كويسة اليومين دولي ومضغوط فانا طبعا وفرت تمن البدلة. كانت تعليقات ازيد وازيد وازيد. مش قد الجواز بتتجوز ليه لما انت مش لاقي تاكل مش عارف ايه. تمام. والدنيا هايجة مش علشان العريس والعروسة. هي البنت طلعت بعد كده قالت مش مغصوبة وابو العريس طلع اتكلم وام العروسة طلعت اتكلمت والعريس طلع اتكلم وهيصة يعني. انا عندي هنا كلمتين عايز اقولهم. اولا، البنت مش مغصوبة فعلا، هي فعليا مش مغصوبة، لانها لو كانت مغصوبة ما كانتش كملت. النهارده مفيش حد بيغصب بنته على جواز، مش قوي يعني، ما عادش بيحصل زي زمان حتى لو في ارياف، والكل بيتكلم في ارياف وفي قرية والكلام ده. مفيش الكلام ده. ده اولا. ثانيا، هو مش لاقي ياكل. اي شاب في سنه مضغوط ماديا، وبعدين هو وفر لها كل اللي هي عايزاه، جاب لها فستان ووداها كوافير وعمل لها فرح. محدش يعرف ظروفه المادية بعد ما عمل كل ده. تمام. ما عادش معاه. فبالنسبة له هو كان مبسوط وفرحان بفرحها هي. كان المهم عنده ان هي تلبس فستان وتروح فرح، وتروح تعمل مكياج، تروح كوافير وتروح استوديو وتتصور وتعيش فرحة العروسة، وهو مش مهم. تمام. بس الناس ما سابهمش في حالهم، كل واحد قاعد يفسر على مزاجه. اللي دبح الناس تعليقات الناس، اللي دبحهم تعليقات الناس. تمام. البنت منظرها ما كانتش طايقة العريس، بس هي كل الحكاية، مش عايز اقول زي ما سمعت تعليق من واحد بيفهم، بلاش. في وجهة نظر كده بتقول ان البنت بعد ما لبست الفستان وحطت مكياج شافت نفسها حلوة فاستكترت نفسها عليه. ده دي وجهة نظر. وفي وجهة نظر تانية بتقول ان البنت متطلبة. يعني انت ازاي ما تجيبليش بوكيه ورد، وازاي ما تلبسش بدلة، وازاي يبقى منظرك كده جنبي. تمام. حياتهم خربت. وانا رأيي ان هم يسيبوا بعض خلاص بعد اللي حصل ده كله. منظر البنت عمره هو ما يقدر ينساه، عمره في حياته ما يقدر ينسى البنت يوم خطوبتهم وهي مش فرحانة بيه زي ما هو كان فرحان بيها. فهيتعبوا مع بعض في حياته. بس كل ده بسبب الناس، كل ده بسبب الناس اللي قاعدين على الانترنت ينظروا على الناس ويوجهوا الناس بأفكارهم الفاسدة. وكل واحدة وكل واحد قاعد يتكلم من منظوره الشخصي على ناس ما يعرفهمش وما يعرفش حاجة عنهم. تمام. كل واحد قاعد ده البنت دي مغصوبة، لا ده البنت دي متكبرة، البنت دي استكترت نفسها، البنت دي مش كويسة، الواد ده مش لاقي ياكل، الواد ده ما ينفعش تعيشي معاه، اهربي منه، ده الواد ده هيجوعك، ده الواد ده هيعمل فيكي، ده الواد ده ده ما جابلكيش بوكيه ورد. اتقوا الله. عيب يا جماعة، والله عيب اللي انتوا بتعملوه ده. عيب. عيب والله، والله العظيم عيب. ما ينفع اللي انتوا بتعملوه ده. ربنا هيحاسبنا على كل كلمة، ربنا هيحاسبنا على كل كلمة. عيب.